بنتي محجبة ولكن ليس الحجاب الشرعي، هل آثم على شراء الملابس لها؟ يعني أنا أعترض حقيقة على تسمية يلبسه بعض البنات الآن أنه حجاب، يعني لأن الناس الآن فهموا أو يفهمون أن الحجاب هو الإشارب الذي يوضع على الرأس. هذا ليس حجابا، هذا تغطية الشعر، تكون مطلع القذلة ولا متحمرة متبودرة ولا واضعة ريحة ولا لابسة بنطلون ولا لابسة ضيق، وهذا ليس حجابا، هذه غير متحجب، هذه متبرجة. لكن التبرج درجات، وإن شئتم تقولوا دركات، يعني في تبرج بإخراج الشعر، في تبرج لبس القصير، في تبرج بتغطية الشعر، في تبرج مع اللباس كامل مع الحمرة والبودرة والريحة وكذا، هذا كله تبرج. لكن التبرج يتفاوت. هذه تنصح أن تتقي الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن.